السلام عليكم متتبعي قناة لمسات أم ريهام. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم مسيمنات كيجيو مورقين ومقرمشين بواحد الحشوة اللي كتجي لذيذة بزاف، بمقادير بسيطة وسهلين في التحضير، ولكن النتيجة كتجي زوينة بزاف، كيجيو لذاذ بزاف. فما نطولش عليكم الفيديو، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. الا غندوز نحضروا العجين. هنايا خديت واحد البول، درت فيه 4 الكيسان ديال طحين الفورص، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، غنزيد كيس ديال السكر فاني، وغادي نزيد كذلك معلقه كبيره ديال زيت المائده، يمكن لكم تضيفوا حتى لجوج المعالق، معلقه كبيره ديال الخل اللي كيضيف لينا قرمشه وطراوه للعجين في نفس الوقت، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. صافي، وغادي نخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم. غادي نزيد دابا الماء اللي غير من الروبيني، بارد ما دافيش، وغادي نخلط العجين ديالي حتى كيتجمع ليا. نضيف الماء شويه بشويه حتى كنتحصل على عجين اللي كيكون متوسط، ما قاصحش بزاف وفي نفس الوقت ما رطبش بزاف. صافي، بعد ما جمعت العجين كيف ما كتلاحظوا ما غادي ندلكو ما والو، غادي نحيدو من البول وغادي نديرو على سطح العمل. غادي نجمعو بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا، فقط غير كنجمعو. وغادي نديرو في البول، غنزيد عليه شويه ديال زيت المائده باش ما كيتلصقش ليا، وغادي نديرو في بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح من ساعه حتى لجوج سوايع. قد ما خليتوه يرتاح قد ما كيعطيكم الطوع وكيساعدكم في الخدمه. صافي، غادي نخليه يرتاح دابا. مباشره غادي ندوز نحضر الكريم باتيسير. عندي هنايا نص سيطرو ديال الحليب، غنزيد 2 المعالق حتى ل3 حسب الذوق ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. غنزيد كذلك 3 المعالق ديال الكريم باتيسير وبودره الكريم باتيسير. غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. صافي، وغادي نوضعوه على النار تكون متوسطه مع التحريك المستمر باش ما كيتحرقش ليا من الاسفل وكيفسد المذاق ديالو. غنبقى نحرك حتى كيبانوا ليا دوك الفقاعات. صافي، غادي نطفي عليه وغادي نغطيه بلاستيك غذائي باش ما كيتكونش ليا واحد القشر من الفوق، ونخليه حتى كيبرد. دابا غادي ناخذ العجين ديالي بعد ما ارتاح ودازو 2 ساعات. غادي نحيدو من البلاستيك كيف ما كتلاحظوا، وهذا هو القوام ديالو. ها نتوما كيفاش يكون العجين، كيكون رطب كيدلك نفسه بنفسه بلا ما نحتاجوا اننا ندلكوه، فقط كنوضعوه في البلاستيك الغذائي. غادي نشكل العجين ديالي الكويرات تكون متساويه، ندهنهم من الاسفل بالزيت باش ما يلتصقوش ليا في سطح العمل. صافي، حتى غنكمل الكميه كامله ديال العجين. حاولوا انكم تقسموهم يكونوا متساويين باش كيجي الشكل ديالهم زوين. صافي، من بعد ما كملت الكويرات كاملين غندهن لهم الوجه ديالهم بالزيت، وغادي نرجع نغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا مره اخرى. قد ما ارتاحوا قد ما كيساعدونا اننا نطلقوهم بكل سهوله. غناخذ الكريم باتيسير كيف ما كتلاحظوا، غادي نطربوه مزيان حتى كيولي القوام ديالو رطب باش كيجينا الشكل ديالو زوين في المسيمنات او الرغيفات اللي غادي نحضروا. غنخليه جانبا، وغادي ناخذ الزبده اللي ذوبت على شكل نوازيت وزيت المائده. وغناخذ اول كويره، غادي ندير شويه ديال الزيت، فقط غير القليل ديال الزيت على سطح العمل باش ما كيبديش العجين كيرجع ليكم ملي كتبداو تورقوا فيه الا كثرتوا الزيت. صافي، غنبقى نورق فيها حتى كيبان لي سطح العمل. نحاولوا نديروها على شكل مستطيل باش كيجي الشكل ديالها مزيان وكتجي مورقه من الداخل. ودابا غادي ندير الزبده اللي ذوبتها على شكل نوازيت.
غندهن فقط بالقليل، وغادي نطوي الرغيفه ديالي بالشكل العادي كيف ما كنصايبوا الرغيفات. غندير شويه ديال الزبده صافي، وغادي نطويها بهذا الشكل على 3. غادي نوضعها جانبا. غندير كويره اخرى كيف ما قلت لكم، ديروا غير شي شويه ديال الزيت ونطلقها على شكل مستطيل صافي. وغندير القليل من الزبده ونطوي بهذا الشكل. يعني كيكونوا ساهلين، فقط تبعوا غير الخطوات بالنسبه للمبتدئات. وغادي نطويها بهذا الشكل، ونقادوا ليها الجوانب ديالها. وغادي نغطي العجين ديالي بلاستيك غذائي، وناخذ كويره اخرى فقط القليل من الزيت كيف ما قلت لكم، وحنا كنضغطوا كنجبدوا في العجين الجوانب من الوسط للجوانب. ندهن بالقليل من الزبده اللي مذوبه على شكل نوازيت صافي. وكنطويها بكل سهوله على شكل مربع ونحطها جانبا. غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل الكميه اللي عندي كامله. وغادي ناخذ اول مسمنه او رغيفه، غادي نورقها بهذه الطريقه على شكل مسيمنه كيف ما كنورقوا المسيمنات. وفي هذه المرحله ما غادي ندير لا زيت لا زبده باش كتسد لي العجين. غناخذ معلقه كبيره ديال الكريم باتيسير ونوضعها في الوسط، نرش عليها شويه ديال الزبيب. يمكن لكم تعوضوه بحبيبات الشوكولات او اللوز مهرمش مقلي ومهرمش صافي. وغادي نطوي العجين ديالي بهذا الشكل على شكل ظرف، ونحاول انني نثبت هاد الجوانب باش ما كيتحلش ليا العجين اثناء الطهي. غنوضعها في الصينيه ديال الفران اللي فرشت لها ورق الطهي. غناخذ وحده اخرى غنورقها بنفس الطريقه غير باطراف الاصابع، ونوضع معلقه ديال الكريم باتيسير. هاد الكميه اللي درت ديال الكريم باتيسير كفاتني في هاد الكميه ديال العجين، كتجي قد صافي. وغادي نسدها بهذه الطريقه، ونحاولوا اننا نثبتوا الجوانب او نسدوها مزيان باش ما كتحلش لينا. يعني هاد المسيمنات راهم ساهلين، فقط تبعوا غير هاد المراحل بالنسبه للمبتدئات وما كياخذوش واحد الوقت طويل. بالنسبه للعجينه يمكن لك تعجنيها في الصباح وتخليها حتى العشيه، او تخليها تثبات ماشي مشكل. تديرها غير في البلاستيك تخليها فيه هو كيدلكها وكتبقى مزيانه. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال المسيمنات او الرغيفات. صافي من بعد ما ساليت المسيمنات ديالي كاملين، غناخذ حبيبات الكرز او الفواكه المعسله نقسمها من النصف ونوضعها في الوسط باش كتثبت ليا العجين كيجي الشكل ديالهم زوين. يمكن لكم تستغناو عليهم، ولكن كيجيو زوينين بزاف وكيشهيو بيهم. غادي ناخذ الزبده اللي بقات ليا، غادي ندوبها وغادي ندهن بها المسيمنات. انا هاد المرحله ما صورتهاش معاكم لان الزبده جمدات ليا صافي. وغادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن من قبل ضروري باش كيتنفخوا ليكم المسيمنات. وغنخليهم على درجه الحراره مرتفعه لمده 10 دقائق. من بعد كنقص الحراره حتى لاقصى درجه، وكنخلي المسيمنات يطيبوا على خاطرهم باش كيجيو مقرمشين حتى كيتحمروا من الفوق ومن التحت. صافي ملي كنخرجهم من الفران مباشره كنزينهم بالعسل واللوز ايفيلي او اللوز مهرمش ولا كاوكاو مهرمش او الكوك او السكر كلاصي. التزيين كيبقى حسب الموجود وكذلك حسب الذوق ديال كل سيده. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات، كيجيو رائعين
والحشوه ديالهم كتجي بنينه بزاف بمقادير بسيطه وساهلين في التحضير. كنتمنى انكم تجربوهم. ان شاء الله غادي يعجبوكم، وانا متاكده 100% غادي يعجبوكم. الا عجبتكم الوصفه وجربتوها، ما تنسونيش من لي لايك ومن البارطاج مع العائله والاصدقاء. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه، الا عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنسونيش من الضغط على زر ابوني او اشتراك. والسلام عليكم الى فيديو جديد ووصفه جديده.